بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كتاب فن اللامبالاة. بصي، احنا طول الوقت متربيين اننا لازم نهتم بكل حاجة، كلام الناس، شكلنا، رأي المجتمع، مين زعل ومين اتبسط، لحد ما بنوصل لمرحلة اننا مرهقين نفسيا ومش فاهمين احنا عايزين ايه اصلا. هنا بقى بيجي كتاب فن اللامبالاة علشان يقولك حاجة غريبة شوية: مش لازم تهتم بكل حاجة، بس استني، مش معنى كده تبقي باردة أو مش فارق معاكي حد، لا خالص. الفكرة أعمق من كده بكتير. الفكرة الأساسية، الكاتب بيقولك انتي عندك طاقة محدودة للاهتمام، فلو وزعتيها على كل حاجة هتضيعيها، لكن لو ركزتيها في الحاجات الصح حياتك هتتغير. يعني ايه اللامبالاة هنا؟ اللامبالاة مش انك تبطلي تحسي، لكن انك تختاري ايه اللي يستاهل تعبك وايه اللي ما يستاهلش حتى تفكري فيه. يعني ببساطة، مش كل معركة تستاهل تدخليها، مش كل كلمة تترد عليها، ومش كل حد لازم تراضيه. المشكلة اللي احنا عايشينها، احنا بقينا بنجري ورا نبقى مثاليين، نبقى ناجحين طول الوقت، محدش يزعل مننا، الناس كلها تحبنا، بس الحقيقة المؤلمة ده مستحيل. الصدمة اللي الكتاب بيقولها، الكاتب بيقولك انت مش مميزة في كل حاجة، هتفشلي وهتغلطي وده طبيعي. الكلام ده ممكن يضايق، بس في نفس الوقت مريح جدا. ليه؟ لانك مش مضطرة تمثلي الكمال طول الوقت. اول درس مهم: اكبر غلطة بنعملها اننا بنحاول نهرب من المشاكل، بس الحقيقة الحياة كلها مشاكل، بس الفرق في نوع المشاكل اللي بتختاريها. يعني مثلا، عايزة تبقي ام كويسة هتتعبي، عايزة تنجحي هتتعبي، حتى لو عايزة تعيشي بهدوء برضو فيه تعب. مفيش راحة كاملة، في بس اختيار ذكي للتعب. فكرة هتفرق معاكي. اسألي نفسك دايما: الحاجة دي تستاهل اني ازعل واتعب علشانها، ولا انا مكبرة الموضوع على الفاضي؟ لان في حاجات كتير في حياتنا لو تجاهلناها هنرتاح 50% على الاقل. مثال من حياتنا: واحدة طول اليوم زعلانة، فلانة قالت كلمة، جوزها اتأخر، حد بصلها بطريقة مش عاجباها، كل ده بيستهلك طاقتنا، وفي الاخر تقول انا تعبانة ومش مبسوطة. ده طبيعي لانها مهتمة بكل حاجة. بداية التغيير، الكاتب بيقولك ابدأي تقللي اهتمامك بالحاجات دي، رأي الناس فيكي، المقارنات، محاولة إرضاء الكل، وابدأي تركزي على نفسك وأولادك وراحتك النفسية وقيمتك الحقيقية. جملة مهمة جدا: مش لازم كل حاجة تبقى مهمة علشان تبقي سعيدة. لو انت حاسة انك مشدودة من كل اتجاه، بتفكري كتير وبتتعبي على حياة مش مستاهلة، فالكتاب ده معمول ليكي حرفيا. ازاي تختاري ايه اللي يستاهل اهتمامك؟ بصي، احنا فهمنا ان مش لازم نهتم بكل حاجة، بس السؤال المهم بقى نهتم بايه ونسيب ايه. القاعدة الذهبية، الكاتب بيقولك اختياراتك هي اللي بتحدد جودة حياتك. يعني ببساطة، حياتك مش بتتعب علشان الظروف، لكن علشان انت مركزة على حاجات غلط. مقياس الاهتمام الصح علشان تعرفي الحاجات دي تستاهل ولا لا، اسألي نفسك: هل الحاجة دي ليها معنى في حياتي؟ هتفرق بعد سنة ولا مجرد لحظة وهتعدي؟ لو الإجابة هتعدي يبقى خلاص سيبيها تعدي. الحقيقة الصدمة، انت مش مسؤولة عن مشاعر الناس رضاهم عنك، لكن مسؤولة عن تصرفاتك، اختياراتك، ردود فعلك. ليه بنهتم زيادة؟ علشان عندنا خوف، خايفين الناس ترفضنا، خايفين نبان غلط، خايفين نخسر حد، بس الحقيقة اللي بيحبك بجد مش محتاج تمثيل. فكرة قوية جدا. الكاتب بيقول كل ما تحاولي تبان مثالية كل ما تتعبي اكتر، لانك بتعيشي بشخصية مش شخصيتك. تمرين بسيط ليكي: خدي موقف بيضايقك دايما واسألي نفسك انا مهتمة بيه ليه؟ هو فعلا مهم ولا انا متعودة اديله اكبر من حجمه؟ هتتفاجئي ان نص زعلك ملوش لازمة اصلا. اختيار المعاناة، فاكرة لما قلنا ان الحياة كلها تعب؟ هنا بقى السر: اختاري تعبك بنفسك. يعني تعب تربية اولادك بيساوي ايه؟ انه ليه معنى. تعب ارضاء الناس بيساوي ملوش قيمة. بلاش دور الضحية. من اخطر الحاجات اللي بتتعبنا اننا نحس اننا مظلومين دايما، لكن الحقيقة انت ليكي دور في كل حاجة بتحصل حتى لو مش السبب.
انت مسؤولة عن رد فعلك. تقبل الواقع جزء مهم جدا من اللامبالاة، انك تتقبلي ان مش كل حاجة هتمشي زي ما انت عايزة. في ناس مش هتحبك، في حاجات هتخسريها، وده عادي، دي الحياة. جملة تهزك من جوه. مش لازم تكسبي كل الناس علشان تكسبي نفسك. ليه الفشل مهم في حياتك؟ بصي، احنا اتربينا ان الفشل حاجة وحشة، حاجة نخاف منها ونهرب منها، بس الكاتب بيقولك حاجة عكس كده تماما. الفشل هو الطريق الوحيد للنضج. الحقيقة اللي محدش بيقولها، انت مش هتعرفي نفسك بجد غير لما تغلطي وتقعي وتقومي تاني. كل مرة بتقعي فيها بتفهمي نفسك اكتر. الثقة الحقيقية بتيجي منين؟ مش من كلام الناس ومش من لايكات السوشيال ميديا. الثقة بتيجي لما تعدي بمواقف صعبة وتعديها. يعني لما تقولي لنفسك انا وقعت قبل كده وقمت، اقدر اقوم تاني. بلاش تجري ورا السعادة. من أغرب أفكار الكتاب، كل ما تجري ورا السعادة بتبعد عنك. ليه؟ لأنك بتقولي لنفسك طول الوقت أنا مش سعيدة دلوقتي. لكن الحل، عيش اللحظة، اقبلي العيوب، ارضي بالحياة زي ما هي، واشتغلي على نفسك بهدوء. تقبلي نفسك. مش لازم تبقي مثالية كاملة دايما صح. عادي تغلطي، عادي تتعبي، عادي تحسي بضعف. ده مش نقص، ده إنسانيتك. سيبك من المقارنات. اكبر حاجة بتسرق راحتك انك تبص لغيرك طول الوقت. لكن الحقيقة كل واحد ليه طريق، وكل واحد عنده مشاكل محدش شايفها. خلاصة الكتاب كله، لو هتخلصي فن اللامبالاة في كام جملة: مش كل حاجة تستاهل اهتمامك، اختاري تعبك بنفسك، الفشل جزء طبيعي من النجاح، ركزي على نفسك مش الناس، تقبلي الحياة زي ما هي. جملة النهاية القوية: الراحة مش في ان الحياة تبقى سهلة، الراحة في انك تبقي اقوى من اللي بيحصل فيها. لو وصلت لحد هنا يبقى انت فعلا بدأت تفهمي الحياة بشكل مختلف. مش لازم كل حاجة تبقى مثالية، ولا كل الناس تبقى راضية عنك. كفاية انك تبقي مرتاحة مع نفسك. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واكتبي لي رأيك في الكومنت، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد، لان اللي جاي هيغير طريقة تفكيرك اكتر بكتير. وإلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله. مع ألف سلامة.